وننتهي بالجزء الماضي عندما كانت تضع خطة لاقتحام عائلة لونغ. اخرجوا، سنستمر في خطتنا. لن نتراجع. أمرك سيدتي. أيها الفتاة الصغيرة، لا مشكلة لو كنت تفعلين هذا بدافع الشفقة، ولكن من أخبرك أن دواء كف التنين سيفيدك. من أنت؟ لا تفزع، أنا لست شخصا سيئا. أريد دعوتك للقدوم معي فقط لأوضح لكم شيئا ما. لا تتفوه بالتفاهات. من أنت؟ لم أعرف عن نفسي بعد. أنا خادم عائلة ليو زاو فان. أنت أحد أعضاء عائلة ليو؟ لو كان هذا حقيقيا فلتمت. قوتك في المستوى التاسع. فنون قتالية هي لينغ جي. بقوتك هذا يمكن قتال وتدربي مرحلة صقل العظام. للأسف أنت تقاتليني اليوم لأنني أملك الدماء الروحية. ماذا فعلت في جسدي؟ لا شيء، أنا أسيطر عليه فقط. تعالي معي سيدتي. وأنت أيضا. أخي زوفان، عملت بجد بالأمس. كل الرجال متشابهين. هذا مؤلم. سيدتي، هل أنت بخير؟ اللعنة عليك. فنون قتالية ليست سيئة، لكنها بلا فائدة بالنسبة لي. دعوتك هنا لأسألك بعض الأسئلة، سأدعك تذهبين إن كنت صادقة. وأيضا لا تخرجي هذا السلاح أمامي ثانية. هذا صحيح. هل تخفين أي شيء آخر داخل جسدك؟ هل تجرؤ؟ سواء كنت أجرؤ أم لا، علي التفكير إن كنت تستحقين هذا أم لا. من أنت؟ ما هي نواياك عند قدومك للقصر فينغ لين؟ تبا لك. كيف تجرؤ على فعل هذا سيدتي؟ اصمتي. من أنت؟ لماذا أتيت إلى قصر فينغ لينغ؟ من أنت؟ لماذا أتيت إلى قصر فينغ لينغ؟ أنا ليو وينتين، الفتاة المتبنى للسيد هاي فينغ لشان. أتيت إلى مدينة فينغ لين لأدمر عائلة ليو. وكيف ستفعلين ذلك؟ سيشتت جنود يومينغ انتباه الحراس ونهجم عليكم حينها. وما هي علاقتك بيومينغ؟ ما الفائدة التي ستحصلين عليها منه؟ كيف ستواصلين مع يومينغ ومن هو قائد الهجمة؟ لا أعلم. لا تحاولي خداعي، هذه فرصتك الأخيرة لإخبار الحقيقة وإنقاذ غرورك. إن لم تخبريني الحقيقة، هناك في الخارج الكثير من الرجال الجائعة. اللعنة عليك أيها المنحط. سأعد من 1 إلى 3. 1 2. أرجوك توقف. جيد جدا. وفجأة تدخل سيد عائلة ليو. ماذا تفعل؟ لو كنت تعلمين هويتهما الحقيقة لما قلت هذا. إنهم أعضاء من جبل الرياح السوداء، وقد كنت أستجوبهم حتى لو كانوا نساء. هذه هي أفضل طريقة لاستجوابهم. ماذا إذا هم من جبل الرياح السوداء؟ أعيد لي والدي. سيدتي اهدئي. لا أعتقد أن المشاكل بين هذه العائلتين بسيطة. هناك خطأ ما بها. ربما تم التخطيط لكل هذه المشاكل بواسطة لومينغ. ماذا؟ سواء كانت عائلة ليو أم عائلة فينغ. بالنسبة للعائلة الملكية ال7 هم مجرد نمل، ولكن ما سبب قيامهم بهذه الأشياء؟ ولكن هذا الدواء مجرد مهارة قتالية يمكن علاج إصابات والدك. أطلب منك أن تأخذيني لجبل الرياح السوداء لأكتشف هذا بنفسي. ربما قام فينغ بخداعكم. حسنا، سنأخذك لجبل الرياح السوداء. حسنا، ولكن قبل هذا أنصحك أن ترتدي بعض الملابس. جبل الرياح السوداء مثير للاهتمام. زوفان، أتمنى أن تكون صادقا. لو كانت لديك النوايا سيئة تجاه عائلتي
لن نسمح لك بالرحيل. سيدة لي، تساهلي معي قليلا. وهنا يصلون إلى الجبل الرياح السوداء إلى مقر العصابة. يجب أن تكوني في مدينة فينغلينغ، لماذا أتيت فجأة إلى هنا؟ أختي لي، ألا يجب أن تكوني في مدينة فينغلينغ؟ لماذا عدت إلى الجبل فجأة؟ هل رأيت لقد أبلغوا أننا هنا؟ أخي، ليس من السهل اقتحام قصر لونغ، ولا يمكن الاعتماد على جنود يومينغ. العملية خطيرة جدا، لذلك طلبت منهم البقاء في الخفاء وانتظار إتاحة الفرصة المناسبة. الأخت لي، عامل السيد جيدا كما لو كان أبناؤه الحقيقيين، كما أنه ضحى بنفسه لأجلنا. كيف يمكنك نسيان ذلك؟ كيف تجرؤين على الخوف على حياتك الآن؟ أخبرني، أن تقوم بالانتقام لسيدنا؟ بالطبع أريد ذلك، ولكن يكفي. ألا تريدين الانتقام؟ ومن هذا؟ إنه كيميائي من المستوى الثاني، وجدته بالصدفة. حضرته إلى هنا ليمكن علاج لوالدي. عبر هذا العجوز المحيطات والبحار بينما عالج الأمراض المختلفة. لا يهم لأي درجة وصل مرضاه، سأعالجه بالتأكيد. تبا هذه الآخرة اللعينة. كيف يمكن أن يكون في عائلة كبيرة الآن لو كانت لديه قدرات بالفعل؟ أختي لي، لا يمكن علاج من تمت إصابتهم بواسطة فنون قتالية كف التنين إلى بدواء كف التنين. أعطني فرصة، فأنا ماهر جدا في علاج الآخرين. ابقى بعيدا. لماذا تقوم بضربي إن لم تكن تريد مني علاج سيدك؟ أنا كبير جدا لتلقي هذه الضربات. سيدتي، يبدو أنني لن أقوم بالأعمال معك، فأنا لا أقوم بالأعمال مع العصابات. ماذا قلت؟ أنا من أحضره إلى هنا. إذا أردت ضربه عليك ضربي أولا. بما أنك مصرة، سأسمح له بالدخول، لن أسمح لك بالمغادرة إن تعالجه. لنذهب، دعيني أرى وداء والدك. أيها العجوز، إن حدث شيء لسيدي سأقتلك بنفسي. هذا السيد لا يملك إصابات داخلية. لا إصابات داخلية؟ لماذا لا يمكن لوالدي أن يتحرك؟ يجب علي مجاراته في المسرحية. لقد وجدت مرض والدك الحقيقي، إنه متأثر بجسم غريب في جسده. هراء. أخي، ما المشكلة؟ أختي، هل تخفين أمرا ما عني؟ كلا أختي، أنا أتحدث عن خادمتك تشاو سوي. أين هي؟ إنها لقد طلبت منها فعل شيء ما. أوه. هل تعتقد أن يمكنك الهروب؟ الحق بها أيها القمامة. يانغ مينغ، ماذا تقصد بفعلتك هذا؟ لم أعتقد أن هذا الطفل سيضع فخا هنا. شعرت بشعور سيء عندما جعلت الجبل، حتى لو أنك أحضرت كيميائيا من المستوى الثاني معك. أنا متأكد أنه تشكين بي. ماذا تفعل هذا؟ ألم يعاملك والدي جيدا؟ لدي طموحاتي الخاصة، أنا لا أكترث بشأن ذلك العجوز. لم أعتقد أن علي التعامل معك بهذه السرعة. كيف يمكن أن يعلم علي التصرف بسرعة؟ علي القيام بهذه المهمة وحدي. اللعنة عليك أيها العجوز، تدعي المعرفة لتنجو بحياتك فقط. عندما أنهي مهمتي سأعود لأقتلكما معا. ويأتي وقت الليل ويخرج زوفان دمية الدم. اذهبي. وماذا سيحصل في الجزء الثاني؟ هل ستكمل المهمة ويقضى على عائلة فينغلينغ أم ماذا؟ هل زوفان سيموت أم سينقذ العجوز؟ سنعرف في